في المغرب. وحين تجد مساله الحكم الذاتي مساله مهمه للمغاربه، فالدكتور نبيل مولين دار معنا بحث حصري وسريع باش نفسروا الماكسيموم ديال المعلومات ونعرفوا السياق التاريخي كامل. فعطينا عقلك مزيان حيت هذه الحلقه مقرقع ومدسمه بالمعلومات وطويله شي شويه. وجد لي كاس ديال القهوه ديالك. ها الكاس ديال القهوه، يلا بسم الله. الأسرة السعدية، وهذا الشيء في البداية ديال القرن 16. حكام هذه الدولة الجديدة كان عندهم مشروع واضح: توحيد المغرب، طرد الأجانب، وخلق إمبراطورية. من بداية حكم هذه الأسرة الصحراء كانت من الأولويات ديالها، خصوصا وقيت السلطان أحمد المنصور الذهبي. من بعد ما ربح هذا السلطان معركة واد المخازن الشهيرة واللي كانت عام 1578، فهم أنه الصحراء ماشي. حبس المرقه. قال لك هو الآن كيعتمد على مؤرخ سميتو نبيل مولين، وهذا يعني كارثة حقيقة، لأنه يقول لك أن الذي انتصر في معركة واد المخازن هو أبو العباس أحمد المنصور الذهبي، وهذا خطأ تاريخي، أو سميتو تقزيم دور أهم شخصية في هذه المسألة دي أو في هذه المعركة، لأن الذي انتصر في هذه المعركة وقتل فيها كذلك هو السلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله السعدي، اللي هو أخو أبو العباس أحمد المنصور الذهبي، واللي هو انتصر في معركة واد المخازن أو معركة الملوك الثلاث. وهذا الدليل، يعني هنا ما نجيبوش شي كلام يعني خارج عن الموجود في كتب والمصادر. يعني إذا ذهبنا إلى كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد النصيري، يعني في المجلد الخامس صفحة 83، يعني نقول على المؤرخ مانويل: وكان أمر هذا الرجل، أي يقصد عبد الملك المعتصم، أمر هذا الرجل عجيبا في الحزم والشجاعة، حتى أنه لما مات وهو واضع سبابته على فمه كأنه يشير إلى جيشه أن يسكتوا عن الخوض في وفاته حتى يتم أمرهم ولا يضطربوا. وكذلك كان، فإنهم كتموا موته فانتصروا وظفروا بالنصارى، حتى يكمل أنهم فكانوا يذبحونهم مثل الأكباش، يعني فانتصروا في وادي المخازن. إذن اللي انتصر في معركة وادي المخازن ماشي هو أبو العباس أحمد المنصور الذهبي، لا، بل أخوه السلطان المغربي آنذاك واللي تمات في المعركة هو السلطان المغربي رحمه الله أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله السعدي. وهذه مشكلة الآن، يقول لك أنه يعتمد على مؤرخ وهو يأتي بتقزيم أهم مسألة وينسبها إلى أحمد المنصور الذهبي اللي توله دور في المعركة، ولكن ليس هو السلطان آنذاك في وقت المعركة، حتى انتهت المعركة ثم بويع وأصبح سلطانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.